اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة مقبولة لديك مرضية لديهما، وأشفنا اللهم من كل داء، وأغننا اللهم بها عن كل دواء، وأحصنا اللهم بها من كل بلاء، صلاة تفتح بها أبواب الخير والرزق والرحمة، وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والفتنة، وعلى آله وصحبه والتابعين بحق قدره ومقداره العظيم. صباح الخير أو مساء الخير عليكم متابعيني حبايبي الحلوين، معاكم توحة من قناة زنوبة الفلاح. شكرا جدا يا حبايبي على كل التعليقات الحلوة اللي انتوا كتبتوها امبارح. انا بس المقدمة هتبقى دقيقة كده ولا حاجة. انا اخدت برأيكم وانتوا في التعليقات قلتوا لي ممكن تغيري شخصية عمر، تغيري، وفعلا هو انا خدت بكلامكم، لقيت هو فعلا حقيقي لازم عمر الشخصية بحالها تتشال، فحاولت انقي يعني احلى الشخصيات، نقيت شخصية كده وعملتها، فعشان تبقوا عارفين ان انا غيرت شخصية عمر. وبالنسبة للناس اللي عايزة مسلسل حكاية بنات، انا عارفة حكاية بنات كان بيجيب مشاهدات وكان حلو. طب انا اعمل لكم ايه دلوقتي؟ هكمل زنوبة ولا هكمل لكم حكاية بنات؟ انتوا عايزين ايه؟ حيرتوني. طيب حيرتوني. احنا هنكمل الجزء السابع من زنوبة الفلاحة ان شاء الله، وبعد كده في رمضان في حاجة تانية خالص جديدة في رمضان هنعملوها، وبعد رمضان ان شاء الله هنكمل معاكم حكاية بنات طالما انتوا حابينه يعني المسلسل. فشجعوني في المسلسل زنوبة، كملوه، لان هي دي قصة حقيقية يعني. حبايبي الحلوين وحشتوني وانا بحبكم جدا، وشكرا ليكم يا حبايبي. يا حبيبة أمها، يا أخواتي بحبها، يا أخواتي يا أخواتي يا أخواتي بحبها، دي حبيبة أمها. عنتر، في إيه يا حبيبي؟ عايز حاجة؟ لا، مفيش حاجة. أصلا أنا بستغرب يعني من حبك لبنتنا، وأنا ما بتحبنيش حتى ربع حبها. أنا عايز أفهم، أنت بطلت تحبيني يا هبة؟ لا يا عنتر، حبك زي ما هو في قلبي، بس أنت كبرت خلاص على الدلع والحب والكلام الحلو، لكن دي عيلة صغيرة، وبعدين دي بنوتي الحلوة اللي مليش غيرها في الدنيا دي من بعد ربنا طبعا، هي اللي هتكون سندي. ما انت عارف الحمل الأخير أنا سجدت فيه، والحمد لله على كده. أنا خلاص مش عايزة أخلف تاني، كفاية عليا دي، منورة عليا حياتي. غريب، البنت المفروض تكون حبيبة أبوها، لكن هي حبيبة أمها. أمال إيه؟ وشبهك كلها أنت. دي ما بتقدرش تيجي تقعد معايا ولا تاكل معايا ولا لعبها، كأني أنا مش أبوها جوز أمها. كل يوم نفس الاسطوانة دي، أنا مش عارفة هتعجل إمتى يا عنتر وتكبر بقى. تعالي يا فرح، تعالي يا فروحة، تعالي لبابا حبيبه، تعالي يلا عشان أجيب لك شوكولاتة. يا ماما يا ماما، حبيبة ماما القمرية الصغننة، ده بابا حبيب، روحي معاه هيجيب لك حاجات حلوة ويجيب لك فستان جميل. بابا، لا انا مش عايزه اروح معاه، انا عايزه ابقى معاكي يا ماما، تعالي نخرج كلنا سوا وانتي تعالي معايا. خليك يا فرح مع ماما، أنا ماشي. كده يا فروحه، ماما زعلانه منك خالص كتير، كده تزعلي بابا يا بنت. ليه ما رحتيش لبابا؟ ده بابا حبيبي وبيحبك، هو اللي بيجيب لك الفستان ويجيب لك اللبن وبيجيب لك الشوكولاته، هو اللي بيجيب لك الالعاب، بيجيب لك كل حاجه. بس انا بحبك انت يا ماما. يا قلبي ماما وروح ماما، بنتي حبيبتي ونور عينيا، ربنا يخليكي ليا يا قلبي. مالك يا حاجة وضاء؟ ايه اللي مضايقك؟ الله، ده احنا لسه على الصبح نقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. فتحية هي اللي مضايقاني. اه، هي لما كانت متجوزة عمر انا كنت ساكتة وفرحانة ومبسوطة لها، لكن بعد ما اتطلقت عايزة تتجوز واحد تاني. انا بصراحة عايزاها ترجع لرمضان وتيجي تعيش معايا، انا بحبها. انا معرفش العريس الجديد ده هيعمل معاها ايه، اللي انا سمعته ان هو عايز ياخدها ويعيشوا في بلد تاني. ازاي انا ما اقدرش استغنى عنها ومش عايزه اكلمها الا تقول واقفه في طريق. معقول فتحية توافق على كده؟ انها تسيب البلد وتمشي؟ لا، ما اعتقدش. ده اهلها وناسها وحبايبها وجيرانها، ما تقدرش هي تعيش. لا، ده هي عامله زي السمك لو طلع من الميه يموت. انا هروح له واكلمها، اقول لها ترجع لرمضان. رمضان خلاص اتغير وبيحبها، ده حياته كلها اتشقلبت من بعد هي ما راحت، وبصراحه انا عايزاها تعيش معايا. هو باقي من العمر قد ايه؟ انا خايفه تمشي وما الحقش اشوفها واشبع منها. بعد الشر عليك يا حاجه وداد، ده انت الخير والبركه، انت اللي منوره الدار كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يما؟ رمضان، هو انت بتيجي على الريحه يا اخويا؟ بتيجي على السيره؟ ده انت ما بتسالش على امك يا ولد. يا رمضان، يا سلام، رمضان رمضان. مالك يا جوز امي فرحان كده ليه؟
فرحان عشان اسمك شعبان ورمضان جاي وراك؟ يا حلاوه يا ولاد. بص ياما، اني سمعتك وانت بتتكلمي على فتحيه وبتقولي ترجع لرمضان. ايوه ياما، انت بتحبيني، اني عارف. اني بموت في التراب اللي بتمشي عليه فتحيه وعايز ارجع ليه. اني هروح ليه؟ انا مش هستناها تتجوز واحد تاني. اني هروح ليه؟ ترجع لي اني على الاقل اهو اعوض ولادي اللي فات. أنا لو عايزة فتحية ترجع لك مش عشانك ومش عشان بحبك، لا، أنت ندل وما تستاهلهاش. لكن أنا اللي عايزاها دي بنتي اللي أنا ما حملتش فيها ولا خلفتها. أنا عايزاها تبقى جنبي. البنت دي أنا بحبها، مرات ابني وأنا حماتها. المفروض أكون بكرهها وأضربها وأشتمها وأبهدلها وأتمنى لها الخراب والطلاق، لكن أنا مش كده. البنت دي واخدة جزء كبير من قلبي أولاد. أنتوا ما تعرفوش الحب اللي بيني وبينها. خلاص، يبقى تريحي نفسك وتقومي تروحي لها وتكلمي معاها عشان تبقي اتكلمتي معاها وريحتي اللي في قلبك. ايوه، انا هقوم اروح لها قبل ما تطلع من الدار تروح اي حته. اروح افطر معاها وهقضي اليوم كله وياها هناك. انا لازم اشوف حل للموضوع ده. ايوه، انا مش هسكت. واني جاي معاكي ياما. انت تسكت خالص؟ كل ده طلع من تحت راسك. عمري ما مديت ايدي عليك. بقول يا بيت خليه يطلع راجل، ما تضربيهوش. خليه يطلع راجل كده هو ما يخافش من حد. لكن انت اول ما شطحت نطحت، طلقته وخنته ورميته، ورميت عيالك ولا سألتش عليهم وقعدت تدور على نفسك ومصلحتك ونسيت بيتك وعيالك وخربت الدنيا. واني كنت ساكت ومستحمل. بقول يا بنتي بكره يعجل بكره يعجل. ما ضربتكش ولا مديت ايدي عليك وانت عيل. وديني بضربك وانت شحط ومتجوز ومخلف. ليه كده؟ ليه يا حاجه تمد ايدك عليا؟ ليه؟ عشان خاطر فتحيه؟ ليه كده؟ ليه بس؟ وامد ايدي عليك تاني وتالت واربيك طالما انت ما تربيتش. لازم تتربي. ايوه، انت فاكرني ايه؟ ضعيفه يا ولا؟ فاكرني ضعيفه؟ فاكرني ضعيفه يا ولا ومش هقدر عليك؟ لا، يبقى انت لسه ما تعرفنيش. اللي انت بتعمله ده ما يعجبنيش وما يملاش عيني ابدا ولا دماغي. وجاي دلوقتي عايز ترجعها؟ انا اللي عايزاها ترجع وخايفه عليها. خايفه عليها من غدر الزمن. الا جوزها ياخدها ويقعدها في بلد تانية ويستفرد بيها ما يكونش عندها اهل. اوعى من وشي، اوعى من على ابو استباحتك على الصبح. الظاهر ان اللي امي عملته فيا عاجبك قوي يا عم شعبان، لدرجه ان انت بتضحك ومبسوط وحتى ما قلتلهاش كده. عيب انك تمد ايدك على ابنك الراجل الكبير اللي متجوز ومخلف وعنده عيال. عاجبك انت اللي بيحصل دي، صح؟ تعرف يا رمضان، انت لو ابني كنت هربيك من اول وجديد. اني ما برضاش اتكلم معاك مهما كان. انا جوز امك، ايوه هيقولوا جوز امه، ضربه جوز امه، شتمه جوز امه. لكن امك عندها حق في كل اللي بتعمله معاك. يا اصل انت خلاص عيالك فلت. الراجل اللي يهين بيته ويهين مراته وولاده ويرميهم كده اهو من غير ما يسأل عنهم ولا اكل ولا شرب، ومستهزك بالحياه وكل يوم يتجوز واحده وماشي عاكس ويرازي في خلق الله. انت يا ابني عايز تتربى من جديد، صدقني. مش مشكله امي ضربتني مهما كان امي. وهي ضربتني علشان مين؟ عشان فتحيه تستاهل. هي ومال تضربني علشان؟ بس انا كنت عايز اروح معاها واتكلم مع فتحيه واطلبها انها تتجوزني واللي هي عايزاه. لو عايزاني حتى اكتب لها كل املاكي. ايوه بس برضه هي مش هترضى. ما هو اني رجعت اللوز، وهي اكتر واحده بتكرهها هي لوز علشان كانت صاحبه عمرها. انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي. حياتي كلها متلخبطه وما بقتش نافعه. مالك يا خالتي؟ الله، ما يلا عشان نلحق. اخص عليك يا بنتي يا زنوبه. انت يا بنتي ماشياني المشوار ده كله ليه يا اختي؟ نمشي ليه؟ هو ما فيش يا بنتي اي حاجه هنا نركبوها؟ حنطور، توك توك، الله، ما فيش تاكسي، ما فيش عربيه كارو، اي حاجه يا اختي؟ لا، انا ما بقدرش امشي المشوار ده كله يا بنت. يلا يا خالتي، هو احنا كده مشينا؟ ده احنا اتمشينا بس، اتمشينا. ده المشي اللي حلو لسه اللي احنا هنمشوه لسه بدري، يلا بينا. شوفي البيت عشان رفيعه يعني وخفيفه وبتمشي واني شايفاني مش قادره امشي. ده انا جدك يا بنتي 5 6 مرات. يا خالتي قمر، يا جميله انت، مش بالتخن بتبقى تخينه وخفيفه. انت اللي ما بتمشيش وقاعده على طول نايمه كده اهو في الدار. المفروض تخرجي تمشي رجليكي وتحركي الدوره الدمويه وتمشي. مش معنى تخينه ورفيعه، اما في رفيعه ما بتقدرش تمشي. ليه؟ عشان ما بتتمشاش كل يوم شويه. يا صباح الخير على البنور. سوري، انت رايحه فين يا بنت؟ اما اصلاني قلت لها اللي احنا رايحين نشتري حاجه رمضان، وهي قالت انا هاجي معاكم علشان اجيب انا كمان. امال ايه؟ طبعا انا اجي معاكم. انا اي حاجه تروحوا تشتروها انا فيه.
وبالذات يا سلام لو هنجيب حاجات للمطبخ. اهو انا عايزه اجيب لي كام حله كبيره كده، واجيب لي كام كوز كده من البلاستيك دول عشان اعمل بقى ايه الخشاف. اعمل التمر باللبن، واعمل السوبيا، واعمل كل الحاجات اللي انا بحبها. انا بحب اشتري اي حاجات كتيره للمطبخ. لو قلت لي هاتي لي الشقه اقول لك لا مش مشكله. اعملي حسابك البت زنوبه بتمشيني كتير، ما ترضاش تركبنا اي مواصله، دي بخيله. يا لهوي، مواصله؟ ها، نركبوا مواصله؟ يا لهوي عليك يا قمر. يا اختي ده احنا هنتمشي عشان نختار الحاجه، واحنا هناخد تاكسي ولا توك توك ويفضل يوقفنا هنا ويوقفنا هنا ويستناني؟ يبقى اللي انت هتشتري به الحاجه التاكسي ياخده. مواصله ايه يا اختي وماشي ايه؟ ده هما فردة كعب، ده خطوتين، ده كمين. انتوا متفقين عليا؟ لا يا خالتي مش كمين. شايفه اهي كلبوزه هانم اهي، احنا هنسميها كلبوزه هانم. بتمشي وبتاكل اكل ما اقولكيش اكتر منك وبكتير، وتمشي تلف البلد كلها والبلد اللي جنبيه ولا تتعبش. عارفه ليه؟ هي بتاكل وبتمشي وبتتحرك، لكن انت قاعده لي طول النهار. امال ايه؟ فرحانه بالعمده. يلا بينا خطوه للامام، ابتدي. يلا امشوا، ده انا همشيكوا كل يوم ماشي، انتوا الاتنين هخليكم ايه رفيعين زي كده. امت يلا بينا نجري يا زنوب. يلا يا بنتي اجري، ياخدها جري كده اهو. منك لله يا ساره، انتي وزنوبه بنت اختي. ازيك يا حموكش؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا عم بخير. وانت يا ممس اخبارك ايه؟ وشغلك وحياتك ماشيين ازاي؟ انتوا لو عايزين تطلعوا رحله معايا المركب انا مستعد. هاتوا اصحابكم، هاتوا حبايبكم، هاتوا اللي انتوا عايزينه وتعالوا نطلع رحله المركب. المركب تفضلكم انتوا لوحدكم، مفيش ولا سائح يركب المركب غيركم. بس توحة ما بتحبش تروح البحر، ما بتحبش تنزل يعني ولا تركب مركب، هي تقعد كده بره وتنزل على الشاطئ وخلاص. هي ما بتحبش البحر. ازاي بس يا توحه؟ انا هقول لك يا توحه زي ولادك ما بيقولوا لك يعني. ازاي؟ ده البحر ده متعه، وبالذات لما تركبي كده في المركب وتنزلي جوه في البحر جوه وما يكونش فيه اي حد، وتعيشي كده كانك عايشه في جزيره لوحدك، تستمتعي بالبحر. ولو عايزه تصطادي سمك كمان بتصطادي. على الاقل بتبعدي عن الناس والبشر والحياه وتعيشي لوحدك. طاقه جميله. انا بحب البحر وبخاف منه، شيء طبيعي. انا احب واروح انزل البحر واستمتع، لكن ما اروحش في نص البحر واستمتع. معقوله برضو تبقي معايا وتخافي؟ سلام عليكم يا توحة، يا بيتي يا حبيبتي، انت فين يا بيت؟ نحن هنا، تعالي يا ستي. هو انتوا عندكم ضيوف ولا ايه؟ اوعى كده يا ولا ممس، قومي ولا ما اقعد جنب امك. يوه، كل ما تيجي عندنا يا ستي اوعي ولا لما اقعد جنب امك، وانت هتاخدي الجايزه. الحمد لله على السلامه يا ام، دي الدار كلتي نورت. وانت يا ولا يا ميمس يا اهبل انت، يعني ايه هقعد جنب امك هاخد الجايزه؟ اسكت، امك كلها هي الجايزه يا اهبل. امك دي يا ام دي كنز وجايزه لاي حد تعيش معاه. امك؟ ازاي الكلام ده؟ انا عارف يعني اللي امك لا، مش الام اللي تخلف، الام اللي بتربي. انا حماتي الاولانيه. اصلها كانت متجوزه ابني رمضان، وطلع نادل وواطي طلقها واتجوزت عمر، وطلع اوطى واندل منه وغار في 60 داهيه. وبعدين مين انت يا اخوي؟ طبعا دي حماتي طبعا، وهي امي واختي وصديقتي وحبيبتي. انا طلعت الدنيا كده لقيتها هي اللي في وشي، بتخاف عليا وبتحبني، واني ما برفض لهاش كلمه ولا طلب ابدا. بس دي مش ام عمر. انا عارف عمر وامه. هو البعيد يعني ما بيسمعش؟ بقول لك انا حماتها الاولانيه. ام رمضان ايه؟ ما أصل هي كانت متجوزه مرتين. كانت متجوزه مرتين؟ ازاي الكلام ده؟ انا عارف ان هي كانت متجوزه مره واحده وعندها يعني ولدين. ازاي يعني؟ طبعا اول جوازها ليا كانت رمضان، وعشت اجمل ايام بس مع حماتي، عشان هي كانت اغلى حاجه في حياتي. وما حصلش نصيب واتطلقنا واتجوزت الاستاذ عمر، عيشني اجمل ايام واحلى سنين، وبعدين غدر بيا وهو راح. ايه عندك مانع؟ لا لا لا، اصل احنا يعني ما قعدناش مع بعضينا وعرفنا كل حاجه عن بعض، فعشان كده انا كنت جاي النهارده نقعد كده ونتكلم مع بعضينا، واللي عنده حاجه يقولها على الاقل يبقى تعارف ونعرف بعضينا، بدل ما نتجوز وكل يوم نكتشف حاجه. اسمع يا جدع انت، بنتنا مش هتطلع من هنا من بره البلد، هي عايشه في وسط اهلها. لو عايز تجوزها
يبقى تتجوزها وتقعد بيها هنا معانا. ولو اني انا كنت عايزاها ترجع لابني رمضان وتعيش معانا، انا ما اقدرش استغنى عنها ابدا، ومش عايزاها تتجوز حد تاني، هيطلع نفسي برضو اللي حصل قبل كده. ايه يما، ملوش لازمه الكلام ده. ليه يعني؟ رجوع ايه ورمضان؟ ما انت عارفه الموضوع. بصراحه كده يا فتحيه، انا كنت جايه لك النهارده عشان كده يا بيت. انا عايزاكي ترجعي رمضان وتعيشي معانا تاني ونستمتع بحياتنا. هو يا بيت انا عمري فاضل فيه قد ايه؟ هو انا هعيش قد ما عشت؟ هتحرميني منك؟ هتجوزي واحد تاني ياخدك مننا زي عمر ما عمل، والاخر يبهدلك ويهينك ويحصل اللي حصل؟ انت ناسيه؟ ما عمر برضو كان بيقول لك هجيب لك كل حاجه وهعمل لك وعمل لك كل حاجه، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ لا، انا مش هستحمل كده. اعملي حسابك لو اتجوزتي حد تاني لا انت بنتي ولا اعرفك. ليه ياما؟ ليه؟ ليه ياما كده تزعليني مني كده برضو؟ انت مش عايزه يعني سعادتي؟ عاجبك اللي انا فيه؟ عاجبك المرمطه وشيل الهم؟ عاجبك كده؟ اصل هو فاكرني سي عمر اللي انا قاعده وما اتجوزتش عشان بحبه بموت في دباديبه، ما يعرفش اللي انا بصلح اللي هو كسره فيا السنين دي كلها. انا كنت بصلح اللي انكسر، كنت برجع فتحيه من جديد، والحمد لله لما رجعت ووقفت على رجلي. الله، ما انا لازم اتجوز ياما، وانا هعيش كده؟ جرى يا حاجه وداد، ما انت اتجوزتي، ما اتجوزتيش بعد حمايه ما مات، واهو عايشه عيشه كويسه، وعم شعبان طلع راجل محترم. انت نسيتي؟ انا ماشي ومش قاعده في البيت ده دقيقه واحده ولا هدخله تاني. يحرم عليا بيتك يا فتحي لو اتجوزت راجل تاني. تاني مش موافقه. انا عايز اعرف ازاي تسمحي لها انها تتحكم في حياتك؟ دي يا حله حماتك الاولى، يعني ملهاش حاجه عندك، لا هي امك ولا هي من اهلك عشان تتحكم فيك وتقول لك لا وتحكم عليك وتكلمك بالطريقه دي. انت ما تعرفش حاجه عن حياتنا، ما تعرفش الست دي عملت ايه معايا، لكن مش مشكله. اتفضل انت امشي، وانا هرد عليك يا بآه يا بلا. انا هاخد قرار وهرد عليك، ربنا يسهل. على فكره انا هسيبك براحتك، واضح ان هي بتحبك خايفه عليك. انا ما اضمنش، انا عن نفسي حابب اكون معاكي وهعمل لك كل اللي انت عايزاه، لكن انا ما اضمنش الايام ايه اللي هيحصل فينا عشان اقول لك انا مش هزعلك ولا انا هعمل لك كل حاجه. انا اللي هقدر عليه هعمله، ما حدش بيدخل في علم الغيب طبعا. براحتك يا توحه. ما تسمعيش كلام حد يا توحة، اللي انت شايفاه صح اعمليه. مفيش حد ليه حكم عليكي، ولا الحاجة وداد ولا احنا ولا اي حد. احنا حاسين بيكي وعارفين اللي انت فيه، واي حاجة هتعمليها احنا معاكي وفي ظهرك، يستحيل نتخلى عنك. طبعا يا توحة، حياتك وانت حرة فيها، اعملي اللي انت عايزاه. فتحيه، كويس اللي انا شفتك يا حبيبتي وقابلتك النهارده، لاني عندي موضوع مهم مهم وعايزاكي تعرفيه. خير يا سعاد؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل وصل يا اختي. يا اختي خدي بالك من الناس اللي بيخشوا دارك. خدي بالك، خدي بالك، انا سامعه كلام مش حلو. الناس اللي بتخش دارك هتأذيكي. تقصدي ايه؟ هو انا حد غريب بيخش لي دار؟ ده ما فيش الا الناس اللي انا اعرفها، القريب وخلاص. يا حبيبتي في حاجات بتترشلك وحاجات بتتحطلك وانت مش واخده بالك. خدي بالك يا فتحيه، المره دي شكلهم عايزين يأذوكي بجد، واقفين لك كده، مش عايزينك تكوني سعيده ولا مبسوطه ولا متهنيه، ولا عايزين الجوازه تتم، واقرب الناس ليكي كمان. خدي يا بنت يا سعاد، استني يا بنت، عجلك في راسك تعرفي خلاصك. هي تقصد ايه؟ وبعدين وانا حد غريب بيخش لي داري؟ وبعدين ما انا عارفه طول حياتي اللي بيترش لي واللي بيتحط. ايه الجديد يعني؟ فتحية، يا حلاوة يا ولاد، تعالي يا اختي، ده الدار كلها والشارع نور. فينك؟ ولا حد بيشوفك ولا بتسألي علينا ولا بتزورينا. تعالي تعالي. زرافه، زرافه يا اختي، مالك؟ امك كانت بتتوحم على ايه؟ يعني الواحد كده هو يشب ويرفع راسه للسما يدعي عليكي ولا يتكلم معاكي؟ يا فتحية تعالي تعالي اقعدي معايا، والنبي ده انت وحشاني. ما تزعليش مني ان انا بقول لك يا فتحية ولا يا توحة. اصل انا بعتبرك يعني اختي الكبيرة يعني. ان جيتي للحاج انت اختي الكبيره او انت اختي الطويله. انا عايزاكي تصدقي الكلام اللي سعاد قالته. اصل فتحي اخويا شاف لوزة وشاف الحاجة وداد وهما رايحين للراجل اياه يعني اللي بيعمل الحاجات دي، فخدي بالك. لوزه وماشي، الحاجه وداد امي؟ لا، انت يا وليه، انت يا وليه اللي اسمك وداد انت يعني. ده انا كان يوم اسود يوم ما عرفتكم. فتحيه، الناس بتقول صباح الخير سلام عليكم، مش داخله كده. وبعدين ايه يا اللي اسمك وده؟ اول مره تكلمي امي بالطريقه دي.
انت تخرس خالص، ما اسمعش صوتك. انا جايه للست هانم اللي عايزه تعطل الجوازه وتخرب حياتي وفاكره نفسها امي وبتتحكم فيا. اسمعي يا وليه، انت في حالك وانا في حالي، انت من طريق وانا من طريق. انا مش عايزه اعرفك تاني. حماتي كنت معتبراكي امي وحبيبتي وصاحبتي وحماتي، وبقول ده انت عوضي من الدنيا. انت بتروحي الاماكن دي بتعملي لي سحر عشان يا اختي تعطلي حياتي. عايزاني ارجع للغراب ابنك ده، ابنك لهبل العبيط اللي طريقه كله غلط. كتر خيرك يا فتحيه، قلتي يا اختي البجين اللي انت جايه تقوليهم. اتفضلي امشي بقى من داري، وطالما انت سمعت اللي سمعتيه وماشيه بدماغك اعملي اللي انت عايزاه. انا اللي مش عايزه اعرفك. طالما انت اتكلمتي عليا الكلام ده، ولا صدقتي فيا، ولا سمعتي الناس بيتكلموا. لا، انت مش فتحيه بنتي اللي انا ربيتها وعشت معاها. وانا لو كنت جيت لك يعني عشان خايفه عليكي تجربي تجربه تانية ولا تالتة فانا غلطانه. يا سلام، انت لسه هتمثلي؟ ده انت طلعتي بتاعت حوارات وممثله كبيره، وانا اللي مخدوعه فيكي العمر ده كله. انت والنطع يا ابنك ده. انت فاكره يعني انت لما تعملي ده كله انا يعني هتجوز ابنك ولا ارجع له تاني؟ يستحيل يا ست وداد. انت ازاي يا فتحيه تكلمي امي بالطريقه دي؟ امي تعمل كده؟ ده انا امي ضربتني بسببك قبل ما تروح لك، ضربتني. وما بتحبش حد يتكلم عليك، انت جايه تسمعيها الكلام ده وتغلطي فيه، بدل ما تقولي لها ياما ولا يا حماتي تقولي لها انت يا وليه اللي اسمك وداد. كده برضه يا توحه؟ انت تخرس خالص، ما اسمعش صوتك. انت فاهم ولا لا؟ فاهم؟ اني اسمي فتحيه. ها بتقولي يا فتحيه حف كده؟ انا ستك فتحيه، ستك وتاج راسك. طيب انا مش عايز امد ايدي عليكي واتغاب عليك. انت بتمد ايدك عليا ليه يا فتحيه؟ فتحيه ولا ست فتحيه مهما كان كنت مراتي وام اولادي. ايه بتزعجي لامي وانا ساكت وتمد ايدك عليا برضه وساكت؟ لا، انا مش هسمح لك بكده. انت جايه تهينيني افضلني. وريني كده، وريني هتمد ايدك عليا ازاي، واني هعلمك الادب. هو انت فاكره اللي بتعمليه دي صح يعني؟ انت بقيتي خلاص، بقيتي على الحديد، ولا عندك دار ولا عندك اي حاجه. ايه يا دوب الحته الدار اللي انت وارثاها من امك وابوكي الصغير، ورجعتي تاني اهو. ما الاستاذ خد كل حاجه ومشي وباعك ورماكي، وانا اللي كنت باجي عليك. وامي اللي قالت انا هروح ارجع فتحيه، ارجعها لك، وانا فرحت. فكرتيه هترجعك ليجي، بس انا اكتشفت ان هي اللي عايزاك، هي اللي بتحبك وخايفه عليك وضربتني بسببك. وانت جايه تزعجي لنا في دارنا. الدار دي اللي مش عاجباكي انت اتربيتي فيه، الدار الكبيره دي. وانت فاكراني يعني فقير؟ انا عندي كل حاجه واقدر اعيشك احلى من عمر كمان، واحلى من اللي انت هتتجوزيه. اسمعي الكلام يا فتحيه، بدل ما تتجوزي واحد تاني ويطلع زي عمر، ارجعي لي واللي انت عايزاه كله انا هعمله لك. اسمعي كلامي يا بت، اني مش عاجز ان انا امد ايدي عليكي، بس انا استحرمني ان امد ايدي على فتحيه اللي قاعده ومتربعه في قلبي. ايه اللي بيحصل في داري؟ دارك؟ دارك ايه يا بومي؟ دارك ايه يا حبيبتي؟ ايه انت طلعتي هقول لك ايه بقى؟ انت واخداها ورايحه برضه شغاله تاني؟ مش هتهمدي؟ اديك عرفتي يا اختي ان هي ما بتحبكيش وعايزه لك الاذيه. مالك يا حبيبتي؟ ما انت فاكره نفسك يعني ان الناس هتفضل طول عمرها تحبك؟ ولا الخروف اللي وراكي اللي مديتي ايدك عليه وما ضربكيش، وانا لما بتكلم بيلطش فيا ويضرب فيا؟ جيتي ليه هنا؟ انت جايه له برجليكي؟ حنيتي يا لهوي، ده انا اطلع للبلد كلها واقول فتحيه حنت وجايه رمضان برجليها دارو يا ولاد. يا حلاوي يا حلاوه يا حلاوه. هو انت فاكراني زيك بجري ورا الرجاله؟ لا يا حبيبتي، انا الرجاله هي اللي تجري وراي وهي اللي تتمناني، لكن اني ابدا ما تطي الراجل. انت مره معفنه وهتفضلي طول عمرك سودا من جوه، واخداها ورايحه تعملي لي اسحار تاني. عايزين تخربوا حياتي يا ولاد الكلب. وانت سبع البرومبه، اني هتجوز والعريس دي انا موافقه عليه وهعيش هنا في البلد رافعه راسي. وانت اخر راجل ممكن افكر ان انا ارجع له. امك اللي طلعت بومه وعجربه بعيد عني، ولا هي امي ولا اعرف ولا تخش لي دار ولا السلام حتى ارميها عليه. يا عيله هم اشبع يا اخوي، اشبع بالعجربه والبومه بتاعتك اللي انت متجوزها، اللي عامله زي اراجوز، عامله زي خيال المجاد، ما بتسيبش راجل في البلد غير لما تكلمه. انت ما ينفعش معاك غير واحده زي دي، غورو ده هي تاخدكم. تاني ما بقيتش فاهم حاجه، ايه اللي حصل لكل ده؟ فتحيه اول مره تغلط في امي، واول مره تكلمنا بالطريقه دي.
انا حاسس انها واحده تانية. هي دي فتحية يا رمضان؟ انت بس يا اخويا عشان كنت بتحبيه وفاكرها ست كويسة ومحترمة فكنت شايفها بالصورة العادية. اهي غلطت في امك وضربتك وبهدلتكم ومسحت بكرامتكم الارض. تفتكر انت لسه هتحب فيه ولسه عايز ترجعها؟ الله، هترجعها عليا يا راجل؟ هو انت هتفضل كده واخدها من هنا لهنا؟ مالك قلبك ضعيف من ناحيتها؟ المفروض كنت جلحت الجزمة واديتها بيها على دماغها وكنت ضربتها. دي شتمت امك. شتمتك انت ولا ضربتك مش مشكلة، لكن دي شتمت امك وهانتها في دارها. ايه؟ اتفضل اتفضل، خليك كده اما نشوف اخرتها. ولسه فتحية هي هتسكت؟ مش هتسكت. صعبان عليا الحاجة وداد، بقى واحدة زي دي تهينها كده اهو وتخلي دموعها على خدها. منك لله يا فتحية، منك لله كده اهو. الحاجة وداد دي طيبة وحنينة. يا لهوي، لو كان لها ابن بقى تاني وحمش كان مسك فتحية دي قتلها.